السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير ومتهنيين في حياتكم. مرحبا بيا عندكم ومرحبا بكم عندي دائما. اليوم وصفات اليوم كما راكم تشوفوا البنات هي وريدات بحشوه بزاف 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 بنين. راح نبداو باول حاجه، راح نبدا بالعجينه. هنا عندي كاس حليب دافي كنت دفيته، يعني ما دائما نقول لكم باللي الحليب كي ما لازمش يكون سخون بزاف، خاطر الخميره ماش حتطلع لنا، ما لازمش يكون بارد بزاف ايضا ما راحش تطلع لنا. هنايا درت كاس حليب دافي، درت مغرفه خميره الخبز عادي ومغرفه سكر، وراح نزيد هنا الزيت، حبي الزيت حبي زيت الزيتون حوالي نص كاس ولا نص كاس تاع زيت. راح نخلطهم سواء نخلطها شويه وراح نشف ونبدا نجمع عفوا بالفارينه. هنا الفارينه نضيف حتى تلم معايا العجينه حوالي 2-3 كيسان، 2 ونص ما عدتليش انايا، انا ما عبرش في الحقيقه، درت الفارينه حتى تليمت لي العجينه. نبدا نلم فيها اكيد بلا ما ننسى الملح، قرصه تاع الملح، ونبدا نلم في العجينه تاعي. هاي انا قلت لكم الفارينه على حسب، يعني كاين فارينه تشرب فارينه ما تشربش، على حساب الفارينه اللي عندك، ولا حتى تشوفيها تليمت وتمسكت وتليمت. هاي شوف نحاول نعجن فيها ونلم كامل هذيك الفارينه اللي على الجوانب. شوفوا كيفاش ساهل، حوالي 2 كيسان 3، 2 كيسان ونص حتى 3 كيسان فارينه. هاي العجينه هنايا تلمت لي، نبدا نعجن فيها. من هنا نعجنها ومنها نلم في الفارينه اللي كانت في الريسيبيون. هنا بعد ما تليمت لي العجينه راح نضيف الزبده. هنا راح نضيف مغرفه كبيره تاع الزبده، يعني مغرفه لا باس بها تاع الزبده. هنا الزبده البنات لازم تكون بحراره الغرفه باش تسهل عليكم و يعني تدخل في العجينه بسهوله. يعني ندخلها هنا معكم وميمتون نجمع في نفس الوقت نجمع العجينه تاعي. تجي واحد العجينه يا البنات خفيفه 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 ما نحكي لكمش. هاي هنا شوفوا العجينه هنا البنات كيفاش تبان لكم، صح هي ماهيش تلصق ولا هنا عادي. راح نلمها هكذا ونخليها تخمر. الوقت اللي تكون تخمر فيه العجينه تاعي انا راح نرجع للحشو اللي درته. هنا الحشو واش كان عندي عفوا كانت عندي حبه طرشي خضراء، حبه طرشي حمراء، حبه طرشي هذيك الاورانج، بصله، حبه طماطيش، الحار اختياري، والدجاج. هنا تقدروا ديروا غير الطرشي الحمراء الطرشي الخضراء ولا الطرشي الخضراء فقط انتي واش عندك. هنا اول حاجه البنات نجيب الساشي، ما نخدمش خدمه فيها 2 خدمات يعني نقشر في الساشي قباله لابوبال اكرمكم الله، ماشي نقشر فوق الطابله ونزيد نجمع هذاك يعني واش قشرته كاع، لا في الساشي قباله اللابوبال. غنقشر هذا هنا طرشي، نحاول نحي هذاك الابيض هذاك ما راحش يعطيني بنه في الحشو تاعي. نزيد الطرشي تاعي هنايا الاورانج ونزيد الخضره شوفوا جات شويه مبيكيه راح نحيها. والحشو اختياري، تقدري ديري دجاج وبصل، تقدري ديري فيونداشي، اي حاجه عندك، تقدري ديري حتى جبن شويه معدنوس وسانوج، تجي ما شاء الله تجي حشوه لا باس بها. انا اليوم اخترت لكم هذا الحشوه. راح نقطع البصل تاعي يعني قطع صغيره. بعد ما قطعت البصل قطعت هذيك الطرشي الاورانج، هنا الطرشي الحمراء، هنا اخترت لكم الالوان جبت لكم الصيف بلا وقت راح نكمل نقشر عفوا نقطع الطرشي الحمراء تاعي، واكيد نكمل الخضراء والطماطم، يعني كل الخضر راح نقطعها ونديرها في مقله. درت مقله تاعي تسخن هنايا، شوفوا دوك الالوان الله الله عليها يعني الصوره تهدر وحدها. هنا ضفت هذاك الدجاج اللي كنت قطعته يعني قطع
ضفته معاهم، درت كلشي بارد في بارد، يعني ما قليتش لا بصل من بعد زدت كلشي على ضربة، وراح نخلطها ونخليها. حنا مازال ما درت لا حتى اي بيسي، درت غير الخضره بالزيت وخليتها، غلقتها وخليتها تقلى على مهلها. هنا بعد ما تقلات لي الخضره تاعي كنت درت فلفل وعكري والملح، هذا ما كان، وزدت مغرفه تاع طماطم مصبره، مغرفه يعني كبيره لاباس بها تاع الطماطم المصبره، وخليتها تتقلى. هنا البنات هذا الحشو هذا ما ضفت له حتى قطره تاع ماء، يعني طاب في ماء، ما ضفتش ولا قطره تاع ماء. شوفوا هنا يا البنات بعد ما طابت الخضره تاعي والدجاج، ما راحش تديلك وقت كبير، طفيتها وخليتها تبرد. رجعنا العجينه تاعنا اللي كانت خمرت، واحد العجينه يا البنات الخفه اللي فيها ما نحكي لكمش، تجربوها وتعرفوا الخفه اللي نهضر عليها. شوف يعني من في الصوره تعرفوا بلي العجينه خفيفه. اكيد راح نديرها الفرينه وراح نبسطها. انا ما راحش نبسطها رقيقه وما راحش نخليها خشينه لانه فيها الخميره. راح نبسط بالحلال، وراح نجيب بخت بياس ولا طابع ولا حتى كاس عادي، وتقطعي العجينه تاعك الى دوائر. راح نكمل كامل هنايا نقطع. البنات هنا كي تضغطوا ما تدوش كيما الشغل، الضغطوا مره واحده على الطابع تاعكم، ما تضغطوش هكا تروحوا وتقولوا ان العجينه راح تصغر لكم. مره ونحي مره ونحي مره ونحي حتى تكملي الكميه تاعك اللي عندك. شوفوا هنا كنت سبق درت واحده، حسب لي كنت نصور ونسيت، راح نعاود لكم. راح نجيب اول حاجه موس، شوفوا نقطعه خط من وخط من كيما قلت لكم البنات. راح ندير شغل زائد على شكل الزائد، وراح نخلي لكن الحشو في الوسط العجينه من، شوفوا الصوره البنات، يعني راح ندير زائد، ندير الحشو في الوسط، نخلي راح نخلي اسباس في الوسط، ومن بعد ندير هذيك العمليه تاع زائد هنايا. وراح نقط هنا الحاجه اللي نسيتها يا البنات، البياض البيض. لازم تفوتوا بياض البيض على الدائره هذه كما راكم تشوفوا، تفوتوا بياض البيض كامل، ومن بعد تقسموا كما قسمت هنا هكا على شكل عمليه زائد، وديروا الحشو تاعكم باش تلصق لكم ما تفتح لكمش. انا على كل حال ما تفتحوش دوك، شوفوا في الاخر تشوفوا، لكن الحيطه والحذر واجب. لازم تاخذوا حذركم وديروا البيض، يعني اللي خاف تفتح لها دير لها بياض البيض كامل هكا طرف الدائره تاعك، ومن بعد قسمي وشكلي الورده تاعك، يعني شكل سهل ماشي حاجه معقده ولا كومبليكي. وانتي درتي مملحات الله الله عليهم. ها شوفوا كيفاش راني وندير الحشو تاعي. اكيد ما تنسوش بياض البيض يا البنات، انا نسيته هنايا، نسيته كامل مع اني كنت وجدته، كنت فصلت حبه بيض في الصفر وحده باش نديرو من الفوق، والبياض خليته باش نلصق به، لكن نسيت. الله غالب الله غالب، صغير كما يقولوا. راح نعاود لكم هنايا باش تحفظوا فقط الشكل. يعني العجينه نبسطها نقطعها مربعات، ندير على شكل زائد، ومن بعد كل طرفين متقابلين نلصقهم. انا صراحه كيما مستطيل، كل ضلعان متقابلان متقايسين، هنا كل ضلعان متقابلين لصقهم. نزيد معكم واحده برك البنات، هنا طولت برك باش تفهموني، هذا ما كان. نعاود هذو متقابلين نلصقوهم، ونزيدو هذو متقابلين نلصقوهم. هنا الحشو تحبوا تزيدوا لهم شويه معدنوس زيدوا لهم، الحشو تاعكم تحبوا تزيدوا شويه معدنوس زيدوا لهم. شوف هنا البنات بعد ما كملتهم كامل درتهم شوفوا البنات كيفاش يخمروا ما شاء الله عليهم. جبت هذاك صفار البيض وطليتهم كامل. هنا اللي تحب دير لهم شويه سانوج ولا جلجلان ولا هي حر، انا ما درتهمش خليتهم هكذاك. راح نطلي كامل
الأطراف ولا الجوانب باش تجينا هذيك التحميرة. الله الله عليهم. هنا بعد ما طليتهم أكيد كنت الكوشة شعلتها تسخن دائما على 180 درجة باش بالخف الحاجة اللي فيها الخميرة تحب الكوشة السخونة البنات باش يعني تكون خفيفة ما تشربهاش وتضل فما. الكوشة تاعكم سخونة وندير المملحات تاعي. شوفوا البنات الشكل تاعها ما شاء الله عليها والخفة. شوفوا البنات الخفة راكم تشوفوا يعني واحد لاباط خفيفة 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 ما نحكي لكمش. هاي البنات راح نقسم معاكم حبة وتشوفوها. شوف يعني ما تجي واحد الخفة فيها ما نحكي لكم. شوفوا الداخل تجي خفيفة 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 ما شاء الله عليها. وصفتنا اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم البنات، هي مملحات الوردة. باش نقول لكم في الاخر تهلاو في روحديكم في فيديو اخر ان شاء الله. واش فيه واش ما فيهش العالم ربي. سلام.